واليوم راح نسوي قيمة. نحمس أول مرة البصل، وهاي اللحم شمرناه، شوفوا الحمص. هسه خلينا اللحم وراح نخلي بعد الحمص بعدين يصير. وهسه راح نحمس اللحم زين. وهيك بدنا نحمس باللحم. أنا هسه قاعد أساعد صديقتي. بدنا نحمس باللحم على ما شوية شو اسمه يعني لحد ما ينشف المي. وهسه دا نحمس، يبقى بس شنو نخلي عليه حمص الحمص والمي ونسده. شوف شلون شكله حلو. هذا الحمص ماله. وهسه نقلل اللحم قدر كبير عمود نخلي وياه الحمص حتى يكفي. وهسه راح نخلي الحمص. وهسه نقلب. وهسه نخلي مي، ونخلي مي بعد بالزيت. وهسه بعد ما قبقناها لمدة ساعتين راح نفتح ونشوفها. وهسه لازم نوشلها يعني نصفيها وندق الحمص ويا اللحم وبعدين نرجعها نسويكم الباقي الخلطة. شوف شكلها شلون حلو. وهسه صفيناه. هذا شو اسمه واحد، هذا مية. وهسه راح ندقها دقيقة. شوف وهسه هيجي راح ندقه. وهسه فرغناه بالقدر عمود ندقه. هاي اول دقة. شوف شلون ممروج. راح ندقه لحد ما يصير مثل العجينة هيجي. نطلع العظام همتين وهاي الشحم. وهاي هيجي بعد ما انهرس زين راح نسوي هسه الحمسة مالته. هي بصل المعجون والبهارات مالته، وبعدين نخليه عليه ويا هذا. وهيجي راح تكمل عندنا ونسوي بعدين التبن. وهسه خلينا نص خاشوقة نمي بصرة مطحون، ليمون مجفف ودارسين، كله على نص ملعقة فلفل اسود، كمون. وهي راح نخلي نص ملعقة، كلها نص ملعقة أكل، نص ملعقة أكل أو ملعقة، نكمل حسب الرغبة. الملح خشن يفضل. وهسه راح نسوي الحمسة. نخلي زيت وبصل نحمسهم ويا البهارات ومعجون طماطم، وبعدين نخلي كل الأشياء عليه. نحمس البصل. وهسه راح نخلي المعجون. وهسه راح نحمس المعجون بعد ما حمسنا البصل. هسه راح نشمر الهاي، لا تخلوه يحترق لانه يصير مو طيب طعم. هسه راح نخلي مو عصير. هسه راح نخلي هاي هسه نخلطها وبعدين نخلي ماي. راح نخلي ماي بعدين نخلي البهارات بعد ماي. شوف لونه شلون حلو. هسه نخلي البهارات نخلطه زين، بعدين نصيه ونخليه يتهدر. نسوي التمن. شوف شكله شوف الشكل شلون حلو. هذا هسه بعدين هرس يصير حلو. وشوفوا هاي خليت شوي بعد ماي على مود شنو بالفورة ينشف شوية يتخن أكثر. شوف لونه ما مبين كلش لون أحمر، بس هو أحمر هنا طالع لأن الإضاءة ما طلعت. وهاي سوينا التمن. هذه استوت خلاص. شوفوها من بعد ما تبقبق وكل مكان بقبقة وش اسمه يعني دا تطفر يعني خطيرة. بس بشوف شكلها شلون صار. شوف شكلها شلون حلو. وهاي بعدين نصب وراويكم. وهسه راح نصب التمن والقيمة. وهاي اللمسات الأخيرة
هذه هي القيمة النجفية، وعليكم بالعافية.